الفل والجمال عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب. النهاردة الفيديو بتاعنا جميل بقى، وهنعمل حاجة من حاجات العيد. هنعمل كحك العيد. تعالوا كده كمان اوريكم المكونات بتاعتنا النهاردة. معانا كيلو دقيق، طبعا نخلاه مرة قبل كده وهنخله تاني معاكم. ومعانا كوباية مية دافية، وممكن تعملي كمان نص لبن دافي على نص مية دافية، دي حاجة ترجع لك. انا هعمله بمية بس. وهنا 3 معالق سمسم محمصاه على النار، ومعايا معلقة ريحة كحك، ذرة ملح، معلقة سكر كبيرة، ومعانا معلقتين نشا، ومعانا هاخد معلقة خميرة فورية. وقبل ما نبتدي بقى نقول باسمك يا رب وايدك قبل ايدي. اول حاجة بقى هنعمل دي مية دافية، هنحطها هنا كده، وهنحط عليها معلقة الخميرة، وهنسيبها على جنب لغاية لما الخميرة بتاعتنا تختمر. هندوبها كده وهنسيبها على جنب. وهنحط كمان معلقة السكر مع الخميرة وهنقلب، وهنسيبها على جنب طبعا لغاية لما تختمر. ومعانا كمان 2.5 كوباية سمنة، او 550 جرام من السمنة. سمنة بلدي، سمنة علب، دي حاجة ترجعلك انتي، بس لو هي بلدي بيستحسن. وطبعا هننخل الدقيق كده، لازم ننخله يا جماعة قبل ما نشتغل في الطريقة. وكده بعد ما نخلنا الدقيق هنحط معاه معلقتين النشا. هنا السمسم اللي محمصاه على النار، وهنا ريحة الكحك ورشة الملح، كل المكونات الجافة مع بعضيها. وهنقلب طبعا كله مع بعضه. هنقلب المكونات كلها مع بعضيها لغاية لما بتختلط كلها مع بعض. وعايزة اقول لكم ان النشا مهم جدا يا حبايبي، عشان خاطر هيخلي طعم الكحك كده حلو ودايب في البق، ما يبقاش ملزق في بقنا. فاهم حاجة برضو معلقتين النشا اللي احنا حطيناهم. وكده طبعا كله اندمج مع بعضيه. هنحاول نعمل حفرة، وطبعا انا عملت لازم تعجنيها في بولة ستانلس او ازاز، ما يكونش بلاستيك طبعا، عشان خاطر ان السمنة دي سخنة، فمش هينفع معانا ان احنا نعجنها في طبق بلاستيك. طبعا السمنة سخنتها جامد على النار، وهنحط شوية شوية كده وهنقلب. طبعا في ناس بتعملها بالسمنة بتبقى باردة، دي برضو طريقة ودي طريقة، والحاجة اللي ترتاحي لها اعمليها، يعني الطريقتين حلوين. نحط السمنة كده تدريج وبنقلب لغاية لما الدقيق كله يشرب السمنة بتاعتنا. انا بس مش عايزة احط ايدي دلوقتي عشان السمنة سخنة. طبعا هنبس الدقيق حلو جدا عشان هو ما بيتعجنش يا جماعة، الكحك ما بيتعجنش، الكحك بنبسه. بس انا بس لغايه لما السمنه بس تهدى سنه بس، وهحط ايدي وهعجنها بايدي، مش هنعجنه، هنبسه بايدينا نفركه. دي بقى نفرك في العجينه بتاعتنا كده او نبسها كويس. ونقعد نبسها كلها عشان كلها تمتزج مع بعضيها وتشرب كل المكونات، الخليط كله يمتزج كله مع بعضيه. طبعا ما تزهقيش بقى وانتي بتبسيه كده اهو، علشان كله يندمج مع بعضيه. طبعا بقلبه كده، مش بعجن، بجيب اللي تحت بس فوق عشان البولة كده دي صغيرة، بس انا عجنت فيها عشان خاطر السمنة لما سخنة مينفعش احط في طبق بلاستيك.
عايزه اقول لكم يا جماعه ان الخطوه دي ان احنا نبس الكحك بتاعنا ده خطوه مهمه جدا عشان خاطر يبقى دايب معانا. الخميره بتاعتنا طبعا اختمرت، بنقلبها كده ونبتدي بقى نحطها على العجين بتاعنا. ونبتدي بقى نقلب مش نعجن. بنبس العجين كله مع بعضيه عشان يندمج كله مع بعضيه. اتأكد كل السوائل امتصت، العجين امتص المية اللي احنا حطيناها بالخميرة. نمسك كده وبنبس، نفضل كده لغاية لما كله يمتزج ببعضه ونبسها كلها مع بعض لغاية لما نلاقي العجينة كده كلها بالطريقة معانا. ناخد حتة صغيرة كده ونختبرها وبنعملها كده في ايدينا وبنعملها كورة وبنبططها كده طول ما هي ما اتشققتش يبقى العجينة بتاعتنا ناجحة. كده هسيب بقى العجينة ترتاح كده قد 10 دقايق وارجع لها تاني. وكده رجعنا تاني للعجينة بعد ما ريحناها 10 دقايق وغطيتها بالكيس البلاستيك ده عشان ما تنشفش مننا. وهنا معانا اللي هي اسمها بقى ايه، منقاش، بننقش بيها الكحك، ودي البصامة حسب الاسم اللي انتوا بتعرفوه. يعني انا بعمل لا بدي لا بدي، حاجة من الاتنين. في حاجة طبعا منقاش، في حاجات تانية، بس انا بستخدم دول. ببتدي امسك حتة من العجينة كده، يعني صغيرة ولا كبيرة، يعني وسط، وامسكها واعملها كده بايدي عشان تطرى معايا. وبعد كده بكورها كده، وبعد كده بضغط عليها كده كفة ايدي كده، وبعد كده بمسك المنقاش ده ويدوبك بضغط عليها كده ضغطة بالمنظر ده. ايه رأيكم؟ وطبعا الصينية مش مدهونة زيت ولا اي حاجة، الكحك ما بندهلوش سمنة خالص. نمسك العجينة كده بنفضل نضغط كده بايدينا عشان نطريها، وبعد كده بنعملها كورة كده. وبعد كده بضغط عليها كده بكفة ايدي، ونجيب البصامة كده ندوس عليها كده، نضغط كده ضغطة تبقى كده، ونحطها في الصينية. واحدة تاني. طبعا اكون مغطية العجين عشان ما ينشفش معانا. وطول ما انت بتعملي الحركة دي اللي احنا بنضغط عليها بايدينا تبقى الكحكاية معانا طرية وحلوة متنشفش مننا. نحطها في البصمة دي كده كفة ايدينا كده، بعد كده بضغط كده بالمنظر ده كده، ونبص كده في الصينية. عايزة اقول لكم ريحة العجين جميلة. برضو حاجة العيد لما بنعملها في البيت بيبقى ليها طعم تاني احسن ما بنشتريه جاهز من بره. اولا بيبقى ريحة البيت كده كله بركة وخير، ريحة الخبيز في البيت والعجين بتبقى كلها خير كده، وبتفكرنا باهالينا زمان وبالايام الحلوة والزمن الجميل، وحاجة بنعملها بايدينا ونفرح ولادنا. وبنضغط كده، نحاول نظبط ايدينا بقى على قد ما نقدر يبقى كله مساوي زي بعضه. طبعا اللي عايزة تحشيها بملبن بعجمية، الحاجة اللي تريحكم اعملوها، بس احنا الصراحة بنحبه سادة كده بيبقى حلو وجميل. نضغط كده ضغطة بالبصمة دي كده والرص في الصينية. هروح بقى اكمل انا الكمية كده مع نفسي وارجع لكم تاني. وكده يا حبايبي خلصنا الكمية بتاعت العجين كلها بتاع الكحك، هي كده اهو. طبعا سخنت الفرن على 180
وهندخلها في الرف الاوسط. هنسوي الكحك في الفرن، وطبعا هنبص عليه، واهم حاجة التسوية نخلي بالنا منها. وكده يا حبايبي بعد ما طلعناه من الفرن وسبته لما يهدى خالص يبرد، بصوا التسوية، وبصوا ما فرشش ولا ساح ولا عمل اي حاجة. وبصوا الذوبان بتاعه بقى، بصوا مش مستحمل اي حاجة، بصوا مش مستحمل حاجة خالص، دايب دايب. كده هنرش بقى عليه السكر البودر. طبعا انا مش هحط سكر للكمية كلها عشان لسه بدري على العيد. السكر ده بتاعكم انتوا بقى، عايزينه كتير عايزينه قليل، دي حاجة ترجع لكم. وكده بعد ما حطيناه في طبق التقديم ورشينا عليه طبعا سكر بودر، ايه رايكم في الطبق ده؟ يستحق اللايك ولا؟ وكده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان الفيديو ده يعجبك، ويا ريت تمشي على المقادير زي ما عملناها في الفيديو. مقادير مظبوطه جدا، وكحك دايب دايب جدا. وبألف هنا وشفا يا رب، وعيد سعيد عليكم كلكم، وكل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم الأيام بالخير والبركة وكل حاجة حلوة في الدنيا. وكده خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. يا ريت لو عجبك الفيديو تدوس لايك، واللي مشتركتش في القناة تشترك معانا. مطبخ إيمي سمير. شكرا يا حبايبي.